السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم منى امين. النهاردة هنعمل وصفة جبارة للازاز. اتطلبت مني كتير تلميع الازاز. بص اللهم بارك، دي السفرة عندي تحفة جدا. بص اللمعان والجمال والحلاوة. تعالوا نشوف عملناها بكل سهولة ازاي، بثلاث مكونات بس موجودة في كل بيت. تقدري تقومي تعمليها دلوقتي حالا وتجربي بعينيكي وتشوفي الجمال والحلاوة. وبجد الوصفة يعني مش قادرة اقولك، يعني سهلة وبسيطة ومش مكلفة، وتقدري تقومي تعمليها دلوقتي حالا اول ما تشوفي الفيديو من جماله. الفيديو ده بقى مخصوص لحبايبي اللي بيشجعوني بيدوني طاقة ايجابية وطالبين مني ملمع الازاز. تمام. اولا الوصفة دي الاتنين من حبايبي، عملتها اليوم مخصوص مع اني انا جايبة جلانس، بس قلت بعد كده هعمل الوصفة دي لاني انا مجرباها والجلانس بقى غالي جدا. فانا هقول لكم مدام هناء حبيبة قلبي الوصفة دي ليكي مخصوص. مش شيماء محمد علي الوصفة الجميلة دي برضو ليكي مخصوص عشان تجربوها، وان شاء الله تدعولي زي ما جربتوا كذا حاجة من وصفاتي وكان كلامكم ليا جميل جدا بعد ما طلعت معاكم النتيجة حلوة. معانا 3 مكونات. ايه هم عشان تعملي الجلانس؟ معايا خل، كوباية خل قدها كوباية مية. لو حابة اللون انا عاملهولك برضو ايه يعني حابة على اساس يبقى ازرق زي كده مفيش مشكلة، مش حابة تقدري تستغني عن الخطوة دي. تالت مكون بقى هنقول واحنا شغالين هنعمل ايه. تالت مكون ده سحري. ازازة كوباية الخل قدها بالظبط كوباية مية. تمام. هنقلب. طبعا انتوا عارفين الخل يعني بيلمع وينظف ويطهر. هنقلب زي ما انتوا شايفين. طب ايه يا منى المكون التالت؟ هقولك دلوقتي. معلقة صابون سايل، معلقة واحدة. ايه انا مش عايزة هو هيبقى ليه رغوة. بصي يا حبيبة قلبي، انا برضو جايبالك عملي وهنعمل ازاز برضو بيه، لاني انا اما بعمل وصفاتي لازم يبقى عندي يعني كل تفاصيل التفاصيل اتكلم عليها. ده بصي لو رجتيه في رغوة ولا مفيش؟ ده الجاهز اهو، في رغوة اهو زي ما انتوا شايفين، في رغوة. ماشي، هنركنه على جنب، احنا هنعمل كل حاجة في بيتنا. هحط معلقة صابون، معلقة صابون واحدة بس يا بنات، ما تكتريش عشان ما تقوليش ايه رغوة معايا. الرغوة كتيرة الكلام ده، انا وريتك نسبة الرغوة وهتهدى يعني بعد شوية مش هتلاقيها. تمام اهو. بس ده الصابون اللي احنا كنا عاملينه في القناة بالقشر البرتقال. تمام. تعالي بقى ايه نجرب عملي مع بعض. عايزة تضيفي اللون ده، انا عندي لون ازرق اهو هنضيف منه، بس انا مش هضيف، انا مش عايزة. بس انا ايه بقولك تفاصيل التفاصيل، يعني عندك متاح تمام، مش عندك ما تحطيش. الوصفة دي تكفي وهنشوف بعينينا دلوقتي. بصي هنا انا حطيت شوية من الوصفة دي، حطيت عليهم اللون. هو تمام شغال، بس انا مش عايزة اتعبك واكلفك. انا عايزاكي تجربي الوصفة دي يعني من غير ما تلفي على بقى اجيب اللون منين والكلام ده. لو عايزاه باللون هتخففي اللون بشوية مية صغيرين وهتضيفيه على الخليط زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بقى ايه هاتي بخاخة ونصب فيها الخليط اللي احنا عملناه اهو. بصي الرغوة بسيطة وتحفة جدا. تعالوا بقى ايه نلمع بيه الازاز. وهنا برضو عشان الناس اللي عندها لون وتقدر تجيبه او عندها لون متواجد في البيت تعملوا برضو بنفس الطريقة. انا حطيت بصي حاجة بسيطة جدا من اللون وعليه شوية مية وقلبتهم وحطيتهم على الخليط بعد ما عملته. بصي الجمال اهو زي الجلانس اللي بنجيبه من بره، لا احسن عشان انا اللي عاملاه. تحفة جدا. دي برضو ايه ازازة على جنب كده غير الازازة اللي انا عملتها، دي بلون والتانية من غير لون.
تعالوا نشوف زيادة تأكيد في الترابيزة التانية اهو، مش برش حاجة تاني، زي ما انتوا شايفين الجمال والحلاوة. سي اللهم بارك. وبعد الجرنون ننشف بحتة ناشفة. بص الوصفة بتتكلم عن نفسها، انا مش هتكلم كتير، الوصفة بتتكلم عن نفسها يا ولاد. تحفة تحفة جميلة. مش بعمل اي وصفات وخلاص عشان يعني املى القناة فيديوهات، والله بعمل لكم الوصفات اللي انا مجرباها ويعني سهلة وعلى قد ايدينا. عشان في ناس امبارح ولا اول ما كنت عاملة السندوتشات السوري بيقولوا لي حرام تصوري الاكل، في ناس مش لاقيه تاكل. انا حاجاتي الازمه علينا كلنا، حاجاتي على قد ايدينا، حاجاتي مش بعملها مكلفه، يعني بعمل كل حاجه، حتى الصابون عملته في البيت، كل حاجه بعملها في البيت عشان يعني ما نجيبش الحاجه غاليه من بره. فانا رديت قلت لهم القناه للمبتدئين، واللي مثلا ما جربتش الوصفة دي وشافت الفيديو وجربتها يعني كفاية دعوة حلوة. فبلاش ارجوكوا يعني تعليقات سلبية. بصوا الجمال، اللهم بارك. الازاز تحفة جدا، روعة، مفيش اجمل من كده. جربوا الوصفة وهتعجبكم جدا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بص الجمال، بص الحلاوة، اللهم بارك اهو. بص الحلاوة اهو، تحفة تحفة. تستخدميه في ايه تاني يا منى؟ هقولك بستخدمه في ايه. انا عايزة بس اوريكي شكل الازاز وهو بيبرق، تحفة جدا. هخلص بقية السفرة واوريكي الشكل النهائي. بصي انا عايزة اقولك ان الكاميرا ظالمة الازاز، لاني بصي انا عايزة اوريكي اللمعة، تحفة والله العظيم، حاجة تحفة تحفة تحفة، اللهم بارك، جمال وحلاوة. بعد بقى الجرنان، بعد ما تمسحي كل الازاز من جوه ومن بره، اي حته بقى عندك كده تبتدي ايه تمشي على السطح الازاز كده زي ما انتوا شايفين. بس انا يعني مش قادره اقولك قد ايه يعني. بصي ده الازاز، ده الازاز اهو زي ما انتوا شايفين، وفي طبقه ازاز تانية تحت، بس دي بصي بصي مش عارفه اوريكي يعني مش عارفه اوريكي الجمال اهو، اللهم بارك، جميله جدا، تحفه. الوصفه مش للازاز بس، لو مثلا مخلصه البوتاجاز وغسلاه من الدهون وعايزاه يلمع، هتعملي رشه من الجبار ده الوصفة الجبارة، انا اسميها الوصفة الجبارة. تمام. عندك على السيراميك رشي شوية كده بعد ما تخلصي اكل وتخلصي المطبخ، رشي شوية. تمام. بصي هتجربي الوصفة دي بجد هتدعيلي والله العظيم، جربوها وان شاء الله تعجبكم. ده الازاز، بصي اللمعان والجمال، والله انا شايفه وشي في الازاز. بصي الجمال والحلاوه، اللهم بارك. جربوا الوصفه وان شاء الله تعجبكم وتنول اعجابكم. ما تنسوش اللايك والشير للقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.